السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده يا بنات ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة البسيسة او كيكة الذرة الصفراء. الكيكة دي مختلفة خالص عن الكيكة العادية، وان شاء الله هتجربوها وهتقولوا لي ايه رأيكم فيها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف مقاديرنا ايه. انا هنا عندي كوباية ونص من الدقيق الذرة الاصفر. الدقيق دوت موجود عند العطار يا بنات، اسمه دقيق الذرة الاصفر. وعندي كوباية من الدقيق الابيض زي ما انتوا شايفينها، وعندي كوباية من الحليب وكوباية من السكر وربع كوباية من السمنة ونص كوباية زيت، وعندي هنا 3 بيضات وكيس من الكيك شيف، وعندي الفانيليا. زي ما انتوا شايفينها كده المكونات سهلة خالص وبسيطة. انا عندي هنا جبت درق الخلاط، هنزل فيه بالثلاث بيضات. اهم حاجة البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، مش طلعيه من التلاجة وتيجي تعملي بيه. بعد كده حطيت البيض وحطيت الفانيليا في درق الخلاط وهضربهم مع بعض كويس جدا. اهم حاجة نضربهم مع بعض كويس عشان خاطر كل حاجة تبقى ناعمة كده معانا وحلو. وبعد كده نزلت عندي بكوباية من السكر، هحطها برضو في الدورق كده وهضربهم مع بعض كويس جدا لغاية لما السكر يدوب معايا تماما. عايزة اقولك يا بنات الكيكة ديت جميلة خالص، ويعني الدقيق الذرة الاصفر دوت يعني مغذي خالص عن الدقيق الذرة الابيض، وبتفرق خالص في الطعم وفي اللون وفي الريحة، يعني جميلة خالص. وهنا كده انا عندي حطيت كوباية من اللبن في درق الخلاط كده وهنضربهم مع بعض كويس. وبعد كده انا نزلت عندي بربع كوباية من السمنة وهضربهم مع بعض برضو كويس. وبعد كده هحط نص كوباية الزيت وهنضربهم برضو مع بعض، يعني ربع كوباية السمنة على نص كوباية الزيت بيديني مع بعض كوباية الا ربع كده من السمنة على زيت. بس انا حبيت اوضحها معاكم، يعني معاكم كويس. وبكده بعد ما ضربت معايا الخليط ده كله طبعا في درق الخلاط، انا جبت عندي هنا كده بولة هنخل فيها الدقيق. اهم حاجة لازم ننخل الدقيق يا بنات عشان خاطر ما يكونش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة. اهو انا كده ضربت عندي اسفة معلش نخلت دقيق الذرة، وبعد كده هنخل الدقيق الابيض معايا وهنزل عليهم بكيس من الكيك شيف وهنخلهم مع بعض كويس. اهو كده زي ما انتوا شايفينهم كده. وبكده بعد ما نخلتهم مع بعض كويس جدا يا بنات، انا جبت عندي يعني زي طرف المعلقة كده الصغيرة شوية من الملح، وبعد كده هحطهم على الدقيق وهقلبهم مع بعض كويس. ما شاء الله حتى لون الدقيق الذرة الاصفر ده كده جميل يا بنات خالص. وبعد كده نزلت عليهم بالخليط وهبدأ ان انا اقلبهم معايا بالمضرب اليدوي كده زي ما انتوا شايفينه. والله العظيم يا بنات الكيكة دي بتدوب في البق كده جميلة خالص، يعني بتفرق كتير عن الكيكة العادية خالص. اهي كده ما شاء الله بعد ما قلبت الخليط كله مع بعضه كده زي ما انتوا شايفينه، حاجة كده سهلة وسريعة وفي منتهى الجمال الصراحة. بعد كده انا جبت عندي الصينية اللي هي اكبر مقاس في الطقم عندي، وبعد كده دهنتها رشة زيت كده، وبعد كده بدرتها بالدقيق وهبدأ ان انا انزل عليها بالخليط الكيكة دون واحطه في الصينية. بعد كده انا حطيت الخليط عندي في الصينية كده، هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، وان شاء الله هنشوفها كده هي كده طلعت معانا من الفرن. ما شاء الله يعني كانت جميلة خالص وريحتها جميلة. وطبعا انا سبتها لما بردت معايا تماما. اهم حاجة ما تقطعيش اي كيكة الا لما تبرد معاكي خالص عشان خاطر مش تنهري معانا ولا حاجة. وبكده ما شاء الله يعني الكيكة ديت قعدت معايا في الفرن ساعة الا ربع بالظبط يا بنات. اهي كده هنبدأ ان احنا نطلعها مع بعض. ما شاء الله عليها وعلى جمالها. اهي الكيكة انا بوريها لكم اهي. ما شاء الله عليها الكيكة دي كانت تحفة الصراحة، انا اول مرة اعملها وكانت جميلة خالص 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 يعني.
اهي زي ما انتوا شايفينها كده ما شاء الله الكيكة طالعة عالية، وكفاية اللون بتاعها يا بنات. يعني احنا عاملينها بالحليب، يعني مش عاملينها ببرتقان، عاملينها بحليب، وكفاية اللون الاصفر اللي هي واخداه كده، وما شاء الله جميلة خالص. الكيكة ديت مغذية جدا طبعا للأطفال وللكبار طبعا، وإن شاء الله إن شاء الله هتعتمدي الوصفة ديت وهتعمليها. ما شاء الله يا بنات الكيكة كانت تحفة الصراحة، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وان شاء الله هتجربوا الوصفة ديت وهتقولوا لي ايه رأيكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.